السلام عليكم. تحية حب وتقدير لكل المشاهدين اللي كيشاهدونا على قناة لطيفة وبناتها. اليوم ان شاء الله جينا نشاركوا معكم هاد المعسلة اقتصادية لذيذة ما تشبعوش منها في المذاق، بمقادير بسيطة مبسطة ومع جميع الاسرار باش تجيكم كيف ما كتشوفوا معايا في الصورة، معلكة مقرمشة، كتجي في المذاق يا سلام. كيف ما تتبعوا معايا مقادير مضبوطة سهلة اقتصادية متوفرة في أي بيت. ودائما اللي كيشوف الفيديو لأول مرة يشترك في القناة ويفعل الجرس، ومرحبا بك معنا. والناس اللي ديجا مشاركين في القناة ألف شكر وألف تقدير. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. كتجي كلها معلكة. هنا بالنسبة للمقادير عندي 250 غرام ديال الكاوكاو اللي حمرته في الفران وزودت له القشور ديالو وهرمشته على هاد الطريقة هذه، يكون مهرمش رقيق كيف ما كتشوفوا معايا. 250 غرام ديال الكاوكاو ضروري نحيدوا له القشور ديالو ونحمروا على هاد اللون الذهبي هذا باش كيعطي ديك القوام اللي غنديروا به العقده. وهنا عندي جانبا انا توفر عندي هنايا 250 غرام ديال اللوز، حتى هو نفس الطريقه حمرته في الفران وهرمشته على هذا الشكل هذا. عندي هنايا هاد العقده ديال زرهره البرتقال اولا ماء الزهر اللي يمكن تعوضها بملعقه ديال ماء الزهر اولا روح الزهر اللي متوفر. وعندي هنايا 5 الكواتر كبار ديال الكوكو حمرته على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. وطبعا اللوز بامكاننا الاستغناء عليه ونكتفيو ب 500 غرام ديال الكاوكاو، يعني نعوضوا اللوز بالكاوكاو وكتجي رائعه حتى هي. عندي قبصه ديال الملح وملعقه صغيره ديال القرفه ونص كاس ديال العنبه ديال زبده نوازيط، اللي الزبده اللي غليتها حتى زال منها الماء ديالها وبقى عندي على هذا الشكل. جانبا عندي عسل وعندي الكوفيتير ديال المشماش اللي غنستعملو في مرحله قادمه. هنا في واحد الاناء كنشبر الكاوكاو ديالي. انا شخصيا كيعجبني الكاوكاو كيف ما سبقتو الناس اللي تبعيني في القناه كيعرفوني بلي كيعجبني الكاوكاو احسن من اللوز، يعني يمكن تعوضوا هاد الكميه اللي استعملت ديال اللوز كل كاوكاو تعملوا 500 غرام ديال الكاوكاو ما كاين حتى شي مشكل، كتجي بنفس القوام بنفس التقرمشه وبنفس اللذه ما تشبعوش منها. انا هنايا توفر عندي اللوز درتو صافي. كنزيدو جميع المكونات اللي سبق لي وذكرت معكم. كنزيدو هنا هاد زهره البرتقال، هاد السكر اللي كيتبع بهاد النكهه حتى هو كيجي غزال، ولا ما توفرش نعوضوه بماء الزهر. كنزيد قبصه الملح وكنزيد القرفه وكنزيد ديك الكوكو. هاد الكوكو هذا ملي كيتحمر غير شويه يعني يبدا ياخد ديك اللون الذهبي صافي كيعطي مذاق غزال لهاد البقلاوه هذه اللي غنشاركو معكم. كنزيد ديك الزبده اللي سبق لي ضروري تكون مغليه ومحيده من الماء ديالها. كنبسبس هاد المقادير كاملين كيف ما شفتوا معايا في الاناء. وهنا كنزيد 2 كواتر ديال الكوفيتر ديال الخوخ عامرين، ملعقه كبيره ديال العسل باش هادو يعني هما اللي غيساعدوني باش تعلك هاد الخلطه هذه. وطبعا بامكانكم تعوضوا العسل بجوج كواتر ديال السكر كلاص، يعني الناس اللي كيفضلوا يستعملوا السكر يستغنوا على العسل ويعوضوها بالسكر اللي كيبقى على حسب الذوق. ولكن الكوفيتير ديال المشماش ضروري نستعملوها حتى هي اللي كتعطينا ديك التعليكه صافي. كما كتشوفوا القوام اللي كتجي فيها خصها تجي واخا معلكه بيرو ما تجيش مجموعه، خصها تجي مفسوخه بحال اللي شفتوا معايا. هنا عندي كميه من الزبده نوازيط مخلطه مع واحد شويه ديال الزيت، 3 كواتر ديال الزيت، كاس ديال العنبه ديال زبده نوازيط. ضروري نستعملوهم لدهن هاد الورقه د البقلاوه ديالنا. طبعا ورقه البقلاوه هي اللي كتجي بها هاد اسمحوا لي ورقه الفيلو هي اللي كتجي بها هاد البقلاوه، يعني كتعطي نتيجه احسن. لا توفرت كتكون افضل من الورقه البسطيله اللي كنستعملوها دائما. يعني هاد الورقه هذه كتجي غزاله بها هاد البقلاوه هذه. نتوما كتشوفوا كندهن بديك الزبده نوازيت والزيت الورقه ديالي، وكنبقى نفرق بشكل متساوي الخلطه اللي صغبت معكم. نتوما كتشوف كتجي مفرته هيدا ما كتجيش يعني عقده وحده شاده راسها. وكنبقى نرولي هذا الرولو ديالي
كتشوفوا يعني كنعمل غير في النص ديال الورقه، النص الورقه كنخليه خاوي باش نرولي هاد الحربال ديالي حتى للطرف. انا كنلوي يدي مزيرين كيف ما كتشوفوا معايا، وعاد تقطع معاكم، ولكن ما كاين حتى شي مشكل، نتوما غير كملوا الخدمه ديالكم وزيروا يداكم، ماشي مشكل لا تقطعات معاكم، راه معروف على الورقه ديال الفيلو دغيا كتقطع يعني هشيشه بزاف. صافي اللي كنستمر معكم بنفس الطريقه، يعني كنعمل في النص ديال الورقه بشكل متساوي، كنحاول نوزع في جميع المناطق وكنبقى الرولي. مسألة يعني سهلة وكتجي في المذاق ما تشبعوش منها هاد البقلاوة هادي، اقتصادية كيف ما شفتوا معايا، ما فيها حتى شي حاجة اللي تخليك يعني تعجز عليها، سهلة وكتوجد في وقت وجيز. يعني تشربوها مع الحريرة في رمضان او بلا رمضان، كتحتاج يدا في الكوتا ولا مع شي كاس داتي ولا ديال القهوة، كتجي ما تشبعوش منها هاد البقلاوة هادي. صافي هنا كنستمر بنفس الطريقة. عندي الورقه ديالي كندهنها بديك الزبده والزيت، يعني شرط اساسي ندهنوها باش تجي مقرمشه، يعني هو اللي كيعطينا التقرميشه الزبده والزيت اللي شفتوا معايا. الزبده كتكون يعني زايده على الزيت. صافي كنستمر بنفس الطريقه. وكيف ما قلت لكم كاين الناس اللي كيفضلوا الكاوكاو ولا كيعجبهم المذاق ديال الكاوكاو احسن من اللوز، حتى هو كيجي غزال في المذاق ديالو. وفي فيديو قادم ان شاء الله نشارك معكم بقلاوه بشكل اخر، يعني نفس الطريقه ونفس تقريبا نفس المقادير، ولكن هي باللوز. دابا نشارك معكم في فيديو قادم ان شاء الله، حتى هي كتجي روعه في المذاق. نتوما كتشوفوا الحربه ديالي كنلويه ويدي مزيرين وكنصاغبوا على هذا الشكل هذا، وكنعاونو في الصينيه ديال الفرن اللي كتكون ديجا دهنتها بشويه ديال الزبده وشويه ديال الزيت. وضروري ندهنوهم بالزبده والزيت كيف ما كتشوفوا، راه هذه غتمشي في الفران. ضروري ندهنوهم باش كتجي فيهم ديك التقرميشه اللي كتعجبنا كاملين في المعسلات بحال هيدا. صافي كندهنوهم كاملين وكندخلوهم الفران. شرط اساسي الفران ما يكونش مجهد يعني بزاف، يعني يكون درجه معتدله، نخليوه يسخن ومن بعد نقصوا الفران على 180. يعني الفران كيف ما كنقول لكم، الفران راه عالم كلها، والفران ديالو اللي كيفاش كيتستعمل النار تكون متوسطه. صافي انا بهذا الكوتر كنستعملو دائما في الكوزينه، في الوصفات بحال هيدا كيكون عندي غير في الكوزينه، كنقطع به كيجيني طاحن، او اللي عنده شي مصطحن يقطع به. صافي انا غير نقطع على شكل هاد الحرابل هادي، كنقطعهم على شكل متساوي. صافي كطيب في الفران ومن بعد كنسقيها بالعسل او لا يعني تقدر تسقيها باش ما بغيتي بالسير، ولا عندك ديال السكر والماء تخليه يغلى ومن بعد تسقيها به، اولا انا سقيتها هنا غير بالعسل، شبرت شويه ديال العسل ملي طابت في الفران، شبرت العسل وسقيتها بالعسل. وهذا هو الشكل ديالها كيفاش كتجي. ثقوا بيا راه كتجي رائعه في المذاق، ما تشبعوش منها، خاصه دابا في رمضان مع الحريره هيدا من باب التغيير، يعني تحطها هيدا مع الضياف ديالك ولا غير العائله ديالك الصغيره، كتجي غزاله في المذاق ما تشبعوش منها. نتوما كتشوفوا كيفاش كتجي من داخل، والتقرميشه اللي كتجي فيها رائعه بالفعل. الى هنا كنقول لكم شكرا على التتبع ديالكم، والف شكر وتقدير الناس اللي كيتابعونا ويدعمونا دائما ويشجعونا على اعطاء المزيد. شكرا لكم جميعا، وكيف ما العاده خليتكم في امان الله، والى فيديو قادم ان شاء الله.